السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا اكلة سريعة كده، الولاد طبعا كلها بتحبها. وبجد بقى ايه يعني، رحنا كده مكان فجينا نجيبها لقينا السندوتش بقى غالي وفي عيش بلدي. فقررت قلت لهم لا تعالوا هنعملها في البيت. طاسة كده حطينا فيها بالظبط معلقتين زيت، حطينا طماطمتين بصلتين، وده فلفل الوان انا كنت مخزناه هنا بقى كده. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى. وهنسيب الكلام ده كله، عايزينه بس ايه يدبل كده شويه. وطبعا زي ما انتم شايفين الفلفل الالوان زي ما هي الوانه، ولا اتغير لونه ولا حصل له اي حاجه خالص، وطالع بسم الله ما شاء الله حلو. تخزينه سهل زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو. بنجيبه وبنقطعه وبنغسله طبعا، وبنسيبه لما ينشف بس من الميه علشان يديكي النتيجه دي. اهم حاجه تنشفيه كويس من الميه، وبعد كده بتقطعيه تحطيه في علب في اكياس زي ما انت عايزه. طبعا هنسيبهم كده لما ياخدوا يدوا كده مع بعض ويتبالوا شويه. هنا بسم الله ما شاء الله خلاص، يعني يعتبروا ان هم اتسبكوا كده مع بعض. عندي نص كيلو كده من الصدوق، هنزل بيه على الخلطة بتاعتي دي، وابتدي ان انا اسيبه ياخد صدمة ويتقلب معاهم كده. طبعا كله هينزل ميته مع بعض فكله هيستوي مع بعضه. بس هنحط كده تركاية بسيطة، حاجة كده بسيطة، علشان خاطر طبعا عندنا الخضار احنا ما تبلناهوش ولا حطينا له اي حاجة خالص. تمام، صلوا على الحبيب علشان خاطر قلبكم يطيب. طبعا الصدوق بتاعنا متبل، فاحنا هننزل بس برشه من الملح صغيره ورشه من الفلفل الاسمر صغيره علشان خاطر نتبل الخضار بتاعنا. فبالتالي يبقى كله ميكس حلو كده بطعم حلو، يبقى الخضار ما يبقاش عادب يعني لما بنيجي نعمل منه السندوتشات بتاعتنا. هنسيبه بقى ياخد ويدي كده مع نفسه لمده بالظبط كده تلت ساعه، مثلا نص ساعه لغايه ما يستوي كويس. هنا بقى كده اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبتدي نعمل بقى سندوتشات للولاد كده ونديها لهم زي بتاعت بره بالظبط. دلوقتي اكتر الناس بقت بتتني العيش نصين في قلب بعض كده وتعمل منها السندوتشات. طبعا السعر بره يعني غريب، مش عارفة ليه، بس هو نص كيلو صدق يعني هيقضي بتاع 4 أفراد. فحلو جدا، كل واحد سندوتش كده متعمر حلو قوي قوي قوي. بالنسبة للناس اللي سألتني على بديل السجاد، أنا كنت قلت لكم العنوان مكتوب، يعني هو العنوان مكتوب في قلب الفيديو اللي أنا كنت عاملاه. هي عندها بصوا درجة أولى ودرجة تانية وزي ما انتوا عايزين. يا رب بقى الطريقة بتاعة الصدق تكون عجبتكم، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.